القصة ديال اليوم قصة مغربية من مدينة آسفي. مولاها هو مجيد الأستاذ. كانت عنده مرة كتهبل بلارة، ولكن سمح فيها وغدرها مع تلميذة ديالو. سبحان الله، الكاس اللي شرب المرة ديالو غادي يدور الزمان وغادي يشرب منه حتى هو. كان عنده كل شي بين يديه، ولكن في دقيقة وحدة تقلبت حياته. هي اللي وصل لها كانت صادمة. فتحوا قلوبكم وسمعوه حتى الاخر. انا مجيد تزدت وكبرت فواحد الحومه اللي هي شعبيه في المدينه ديال اسفي. كبرنا مع البحر ومع الحوت ومع الصيده. تتعجبني المدينه ديالي، تتعجبني بزاف، وداك الشيء علاش ملي خرجت منها كنت نقول واقيلا شي لعنه اللي جاتني. الصراحه هاد المدينه عطاتني كل شيء، ولكن انا اللي كنت ما مزيانش، انا اللي خايب. ملي بديت القرايه ديالي كنت نقرا مزيان، كنت كنطير في القرايه، كنت نجي انا الاول، وتنحماق على شي حاجه سميتها الكتوبه. غير كنقرا في الكتوبه الراس ديالي عامر مثقف. كانت الهضره ديالي والثقافه ديالي سابقه العمر ديالي. نقدر نجلس مع ناس كبارين، نجلس نهضر معاهم ونتناقش معاهم ونعطيهم الاراء ديالي، وما تيتفرقوا معايا حتى كيبقاو يقولوا تبارك الله على هذا مجيد. بكثرة دوك الكتب اللي تنقرا واللي تنركز عليهم فاش غادي نوصل لاعدادي، ما قديتش ندير توجه علمي، درت آداب، حيت انا كنت نميل للآداب والاشعار. كيعجبني نبقى ندير الشعر ونكتب القصص. هادشي اللي كنت كنحماق عليه. درت آداب وعلوم إنسانية في الشعبة اللي بغيت نكمل فيها في الثانوي، وكملت فيها وكنت من المتفوقين. كنت من التلامذ اللي كيجيبوا مزيان. ملي خديت البكالوريا ديالي كلشي بقى تيضحك عليا، كيقول لي وانت درتي دابا آداب اش غادي دير بها؟ الناس راه مشاو داروا العلوم ومشاو للطب ومشاو للهندسه، انت اش غادي دير؟ ولكن انا كنت نحماق على التعليم. انا تنقول غنمشي نكون استاذ. وفعلا ملي كملت غندخل الكليه ودرت الشعبه ديال الفلسفه. كنت نحماق عليها، هذه هي اللي كملت فيها وتعمقت في علم النفس وتعمقت في هادشي كامل اللي تيقراو تما في هذيك الشعبه. تقاتلت ديال بصح باش ناخذ الاجازه ديالي بواحد المعدل اللي كبير بزاف. غير خديت ديك الاجازه ومشيت بديت تنفكر ندير ماستر، ولكن قبل منها مشيت دفعت للتعليم. طبيعة الحال انا التعليم ما غاديش يغلبني، لانني دوك الكتوبه ديال علم النفس وعلم التربيه كلهم كنت نقراهم. جاني داكشي كامل ساهل، دوزت الكتابي دوزت الشفوي ونجحت في التعليم. عرفتي والديا فرحوا بيا بزاف انا عجبني الحال. اخيرا تحقق الحلم ديالي في داكشي اللي كنبغي. ملي دخلت تنقرا في المركز ديال التعليم، دخلت ديك الساعه كندير الماستر. كانت الصراحه صعيبه عليا شويه، ولكن واخا هكاك تقاتلت. الكتوبه راني تبارك الله والصلاة على النبي سابق المستوى ديالي. كنهرد الكتوبه، انا الكتاب راه نقدر نسهر عليه ليله كامله حتى نكملو حتى نقراه. وتامتحانات ما بين المركز ديال التعليم وما بين الماستر كنت نوافق بيناتهم. تقاتلت مزيان، قريت العام الاولاني ديال الماستر وكل شيء خدمته، كل شيء فاليديته، وحتى التعليم نجحت فيه جيت من الاوائل. وهذا الشيء اللي خلاني نخدم في اسفي. ولكن ملي خدمت تعينت غير في الاعدادي، وانا كنت باغي تاهيلي، يعني نقري في الثانوي التاهيلي. هكاك قلت ماشي مشكل، صافي غادي نقضي دابا ومن بعد غنشوف اشنو غادي ندير، حيت انا الطموح ديالي كان كتار من هكا. كملت داك العام الثاني في الماستر. كانوا الاساتذه
ديال لافاك اللي شاد معاهم الماستر كانوا تيحماقوا عليا، عارفيني انا راه غادي نجي من الاوائل، وكانوا كيشجعوني باش انني نكمل الدكتوراه. وداك الشيء اللي كنت انا باغي، الطموح ديالي ما كانش كيوقف هنايا. المهم داك العام دوزته في الخدمه لان اول تعيين ديالي، وحتى العام ديال الماستر صافي دوزته مزيان، نجحت في الماستر ديالي وخديته مونسيون، وبديت نقلب كيفاش نغير الاطار ديالي لانني انا خصني نمشي نقري في لافاك. في هاد الوقيته هادي والديا ولاو تقول لي خاصك تزوج. صافي الحمد لله ولا عندك واحد الاستقرار مادي وتا حنايا نشوفوا وليداتك، صافي ديال الوقيته اللي خاصك تزوج فيها. شفتو انا راني كنت تنضل غارس الراس ديالي غير في وسط الكتوبه، ما كنعرف بنات، ما مشيت مع شي وحده، ما جيت مع شي وحده. كنعرف انا واحد الحاجه سميتها الدار، الكتاب، لافاك، الخدمه. انا الوقت اللي خصني نخرج ويكون عندي خاوي هي فين نجي نشد شي كتاب عندي في البيت ديالي. والوالده ديالي بدات كتقلب ليا هي على شي البنت، وغتلقى فعلا غتلقى واحد السيده، اش غادي نقول لكم، ايه في الجمال، ايه في الاخلاق، ايه في الطيبوبه، وسبحان الله ومالك تحطوا على الجرح يبرى. انا هاد الشيء راه ما كنتش عارفه، ما غادي نكتشفوه حتى فات الفوت. غادي تعيروني، غادي تلعنوا ليا بويا وجدي، غير ديروا قولوا اللي بغيتو. شفتو انا راه ما كنسوا ما كنصلاح، وهانتوما غادي تشوفوا، غير تبعوا معايا وكلشي غادي تشوفوه، وانا كنعترف بيها. انا حتى دخلت عندي امي واحد النهار البيت ديالي، قالت لي يا ولدي لقيت لك واحد بنت الناس، راه الدور وتعيا الدور عمرك ما تلقى بحالها، وهذه هي اللي تمنيت لك. ايوا صافي انا ما قلتش لا، انا ما عنديش مشكل، انا راه تنفكر غير امتى خلاص نكمل هذا العرس هذا ونرجع للقرايه ديالي ونمشي ندير الدكتوراه ديالي. اتفقت الوالده ديالي مع دوك الناس وامتى غنمشيو نخطبوا. ايوا صافي انا ما عليا غير تقديت وحملت وجملت ومشينا هزينا ومشينا تقدينا ومشينا عندهم. وفعلا البنت آية في الجمال، تبارك الله والصلاة على النبي، طولة وتجريدة، والغريب في الأمر وما كتهز راسها وما كتهضر وما تتكلم. وحتى والديها الله يعمر لهم الدار وما سمعناش منهم شي كلمة ديال العيب. شهدهم الكلمة الوحيدة اللي تيقولوا هي شوفوا ديروها بحال بنتكم، حنا بغينا غير بنتنا نطمنوا عليها، حنا الحمد لله ما عندناش ما خاصناش، حنا خاصنا غير بنتنا تكون عايشه في الامان وتلقى راجل اللي تهلا فيها ويديرها في عينيه. ولكن ما كانش كيحساب لهم راهم غيتلاقاو مع واحد ما كيسوى ما كيصلاح اللي هو انا. ما تعطلناش في ديك الشيء ديال الخطبه وديال العرس، كل شيء داز دغيا، كل شيء داز ساهل ماهل، كل شيء الناس فرحوا لان سبحان الله دوك الناس ميسرين، واحد الناس تعرفوا بينهم وبين الله، وكل شيء عندهم قاد، كل شيء عندهم صاوب. انا صافيت المراه وحتى لقيت المراه راني مروحه وجايبها عندي للدار. ولكن اش غنقول لكم، مع داك الزواج باقي ما عرفتها ما والو. مهم كاين شي حاجه ما عرفتش ما تفهماتش ليا. يلا بدينا تنولفوا بعضياتنا، يلا بدات تتعرفني وانا تنعرفها، يلا تنعرفوا الطباع ديال بعضياتنا. وانا في ديك الوقيته صافي دخلت باش ندير الدكتوراه. كنرجع للدار تلقى كل شيء مصايب، عرفتي تبارك الله والصلاة على النبي عليها، الطياب ديالها هو ماشي غير لذيذ، والسيده هزاني على كفوف الراحه. عرفت والديا ولاو كيحماقوا عليها، وما عندهاش الفم اللي يقول لا، وما عندهاش العينين اللي يخسروا فيك الشوفه، وما عندهاش القلب اللي ما يحنش فيك، ولا حنينه اللي طلبها على شي حاجه مرحبا، ما تخسر حتى شي واحد شي حاجه.
الحويجات ديالي ديما مصبنين مصلوحين، عدا غير واخا مرحبا، ما تخسر خاطر، ما تهز عين في شي حد. الدار اللي كنا كرينا ما بعيداش بزاف على والديا، كانوا والديا ملي تيجيو لا هما لا خواتاتي كل شي تهزهم على كفوف الراحه، يجلسوا عدا بيومين وثلاث ايام، تطيب وتشقى عليهم وتحط لهم وتجيب لهم، وكلهم يمشيو بخواطرهم، ما كانوش تيسخاو يمشيو، وتجلس تضحك معاهم وناشطه معاهم، ما تخسر فيهم شوفه ما حتى شي حاجه. عرفتو اي راجل يتمنى تكون عنده شي مرأة بحال هاد الملاك اللي عندي، الا انا اللي قليل الحياه وما كنسواش. من المفروض اللي عنده شي مرأة بحال هادي اللي مهنياه من الصداع والمشاكل والنقير، وراه ما يخلي ما يجيب لها الكادوات، يجيب لها الحوايج، غير يشري ويدخل للدار. شفتو انا عمري وجبت لها شي حاجه، حيت انا الفلوس اللي كيزيدوا عندي يلا كنمشي نشريهم غير كتوبه. وعلاه هي مسكينه تطلب ولا تهدر ولا تكلم ولا تقول لك امجي تجيب لي شي حاجه، امجي راني خاصاني هادي، الا ما جاتش امي وهي اللي ردات البال وتقول لي تيقولي لي راجلك يجيب ليك، علاه ما يشري ليك؟ اويلي ويلي على مرا كي دايره، ولات هي كتنوض معاها ضدي انا. هما والديا اللي كينوضوا كيقولوا لها قولي لراجلك وديري، ولا هي تقول شي حاجه وتقول. قلت لكم انا حتى كتجي امي وتقول لي شوف مراتك راه خاصك تجيب لها، شوف مراتك من داك العام ما شريتي لها شي بيجامه، شوف مراتك نوض تجيب لها شي حاجه ديال الذهب، شوف مراتك كيفاش دايره معاك وشوف انت كيفاش كتصرف معاها. دائما امي هي اللي كتبقى توجهني وتبقى تقول لي، اما انا راني في دار غفلون ما جايب للدنيا خبار. وهاد المراه اللي مسكينه معايا وهزه معايا الحمل كامل، انا راني ما عاقلش عليها، ما عارفه واش كاينه معايا ولا ما كايناش. دازت واحد العامين غادي تزاد عندنا واحد البنيه سبحان الله على الوجه ديال ماماها، حتى هي وجه ملائكي. واخا انا مكلف بالمصروف وكنجيب التقديه ونجيب الماكله ونجيب داكشي اللي كيخصنا، ولكن هي مسكينه هازه الحمل كامل. عرفتو راه مقابله البنت والصهير وداكشي كامل اللي كيدوز، انا ما كنعرف معاها حتى شي حاجه، حيت كنت انا داك العام الثاني تقريبا اللي عندي في الدكتوره، وراكم عارفين الدكتوره كيفاش كدوز، داكشي صعيب. وعاد زاد عليها غادي تلاح واحد الامتحان، داك الامتحان غادي ندوزو باش نغير الاطار، باش نمشي نبدا نقري في الكليه، نبدا نعطي واحد الدروس تما في الكليه. وداك الشيء اللي كان دواز داك الامتحان ونجحت فيه. وملي نجحت فيه صافي دابا خصني نغير المدينه ديالي ديال اسفي اللي عمري خرجت منها، عمري ما مشيت بعدت عليها. جات الوقيته باش انني غادي نمشي، وسبحان الله هي كان الخاطر ديالها بحال حاس بشي حاجه. عرفتو مسكينه شحال ترجاتني، كتقول لي مجيد الله يعطيك الستر بلاها هاد المشيه، حنايا الحمد لله ها انت خدام حدا الدار والامور مزيانه وكل شيء، وداك الشيء اللي غادي تمشي بيه لديك المدينه وتكريبي وداك الشيء اللي غيتزادك يلا واش غادي يقدك ولا ما يقدكش. وانا راكب الراس ديالي كنشوف غير الطموح ديالي، كنشوف غير راسي، ما كتبان ليا مرا، ما كتبان ليا بنت، ما تيبانوا ليا والدين، ما حتى شي حاجه. وحتى والديا الام ديالي عيات تقول لي يا ولدي ما تمشيش الله يعطيك الستر، صافي يا ولدي جلس غير حدا مراتك علاش غادي تمشي. وانا تنقول لهم شوفوا غير خليوني نمشي، حتى انا راه بغيت نحقق الطموح ديالي، واخا هاد المدينه راها بعيده لكن راه غتعطيني فرصه باش انني ندير بلاصتي ونكمل البحوث ديالي ونكمل القرايه ديالي ونعاود نرجع ان شاء الله لشي مدينه غير هنا قريبه اولا الاسفي. المراه ديالي مسكينه كتضرب الدوره وتقول لي يا مجيد والله ما عجباني هاد المشي ديالك وغادي نبقى نتوحشك. قلت لها شوفي انا غادي نبقى كل يومين 3 ايام غادي نجي، يومين 3 ايام تلقيني عندك في الدار، صافي ما تخافي حتى من شي حاجه راني بحال ساكن معاك هنا.
وبطبيعه الحال مسكينه اش غادي دير؟ ما غاديش توقف ليا في الباب ديال الطموح ديالي. في الاخر اش قالت لي شوف انا ما غنزيدك غير الخير وغندعى معاك غير بالتيسير. صافي الا انت مقتنع وباغي تمشي صافي الله يعاونك، صافي غير ما تبقاش تغيب علينا بزاف. لا شوفي انا ما نغيب عليكم ما والو، هذه هي الهضره اللي كنقولها. يومين كما قلت لك، يومين 3 ايام غتلقيني عندك. ايوا مسكينه هي مع الطيبوبه ديالها والاخلاق ديالها ما قداش تمنعني وما قداش تقول لي جلس، وما قنعاتنيش حيت انا مفرعن، حيت انا خاصني نمشي نغير المكانه ديالي. ايوا صافي ومشيت. ايوا سافرت ومشيت شديت الطريق ديك المدينه، غادي ندخل عالم اخر عاوتاني، عالم ديال الناس اخرين. ايوا بديت ندبر على الكرة، لقيت واحد الدويره صغيره بحال قلتو استوديو، ما بغيتش نكري مع شي حد ودخلت لها سكنت فيها بوحدي. انا ما قاد على الصداع، هزيت معايا الكتوبه ديالي والرحيل ديالي وكل شيء ديتو صافي واستقريت تما، وبديت الخدمه ديالي مع البدايه ديال العام. بديت كل يومين 3 ايام هنا في الدار ديالي في اسفي، يومين 3 ايام غادي نضرب تقريبا واحد النص ديال العام. النص ديال العام سير اجي سير اجي. بديت كنتحك في الفلوس بزاف، بداو تيخصوني الفلوس بزاف، لان باش تصرف على 2 ديار راه ما ساهلاش. وليت كنتزير في الفلوس بزاف، وشي مرات وليت تنجلس حتى 3 ايام 4 ايام عاد كنزل، شي مرات كنبقى سيمانه حتى تبدا مسكينه المرا ديالي تعيط فين كمجيد علاش ما جيتيش وراه توحشناك انا وبنتك وصافي راه خاصك تجي. وانا كنت نبقى نقول لها شوف راني مزير راه ما عنديش الفلوس، المهم ترى الشهر وغادي نضرب شي دوره. واخا كنت كندخل دائما بايديا خاوين، شحال هادي كنت دائما قاد على المصروف ملي كنت حدا المدينه ديالي، ما كانت تخصني حتى شي حاجه. دابا صافي راه وصلت بيا للصح، دابا كون غير بقى غير المشكل ديال الفلوس، دابا غيظهروا مشاكل اخرين عاوتاني عندي. واحد النهار واللعنه على داك النهار اللي غتبدا فيه حياتي تتخربق، داك النهار اللي غادي يكون ليا سبب في المشاكل ديالي كاملين، اكفس نهار اللي بدات فيه اللعنه كطيع عليا. من مورا ما ساليت واحد الحصه ديالي كانت عندي من 9 حتى ل1، واحد الحصص اللي هما متابعين. في اخر حصه تنتفاجئ بواحد الطالبه تلميذه ديالي غادي تجي عندي، خرجوا الطلبه كاملين وجات تجري عندي، استاذ قلت لها نعم، قالت لي عافاك بغيت نهضر معاك، قلت لها واخا مرحبا. قالت لي يا استاذ الشرح ديالك واعر، الله يعطيك الستر، انا هاد الماده ما تنفهمهاش، ولكن انا راه خاصني هاد الماده خاصني نفاليديها، خاصني ننجح فيها، ودائما تترجع ليا ما تنفهم فيها حتى شي حاجه، واش ممكن عافاك تفاليديها ليا؟ قلت لها شنو هادشي اللي كنسمع، كيفاش غنفاليديها لك، راه ما يمكنش هادشي. قالت لي لا شوف انا عافاك غير شوف كيفاش دير لي، واخا 20 نقيطه ولا 2 نقاط راه هادشي اللي كيبقى خاصني، انا ما عرفتش علاش ما كنجيبش فيها المعدل. قلت لها شوفي ما كاينش شي حاجه نفاليديها لك، الامتحان غدوزي بحالك بحال تلاميذ اخرين، بحالك بحال الطلبه الاخرين، ولكن ممكن انني نعطيك الكتوبه اللي تقراي فيهم وتبحثي فيهم واللي غادي يعاونوك باش انك تفاليديها. قنعتها، قالت لي واخا صافي يا استاذ. قالت لي شوف عطيني عافاك الفيسبوك ديالك. قلت لها لا راه ما يمكنش نعطيك الفيسبوك ديالي، راه هادشي مستحيل. بقات كطلب فيا وترغب، عافاك استاذ ما غنعطيه حتى لشي واحد، انا ما غنعطيه حتى لشي واحد غير باش ترسل لي انت فيه دوك الكتوبه، والله حتى شي واحد ما يشوفو غيبقى عندي، وما تخاف حتى من شي حاجه استاذ، والله يجازيك بخير وصافي. وغير هاد المره
راه صافي البنت غطيح ليا تما، عيات كطلب فيا وترغب، وفي التالي عطيتها الفيسبوك ديالي، قلت لها هانتي ما تعطيتها لشي واحد، وانا في العشيه ملي نوصل للدار انا غنصيفط لك الكتوبه اللي غتقراي فيهم، هاد الكتوبه غير قريهم مزيان، راه هما اللي غادي ينفعوك، ان شاء الله ملي تقريهم غتجيبي فيهم معدل اللي هو واعر، وهذه راه بالتاكيد. صافي بقات تقول لي شكرا استاذ والله ما نعطيه لشي واحد، وعاد داك استاذ تنسى لي الكتوبه، قلت لها صافي غير كوني هانيه، انا في العشيه غادي نصيفطهم لك. وداك الشيء اللي كان، مشيت في العشيه غير كندخل كنغسل كناكل كنرتاح شويه، ايوا غادي نوض غادي نقلب على دوك الكتوبه كاملين، الاسماء ديالهم، الكتوبه اللي عندي ممكن تيليشارجيهم، وحتى الكتوبه اللي ممكن تشريهم من المكتبات. صيفط لها داك الشيء كامل وصيفط لها ميساج، قلت لها ها هما الكتوبه اللي غادي تقراي فيهم. بطبيعه الحال انا راه ما صيفط لها هذا الشيء، تا دخلت عليا هي، عرفت الفيسبوك ديالها داك الماسنجر ديالها وعاد صيفط ليها. ايوا من تما كتبات لي شكرا استاذ الله يجازيك بخير وانا تنشكرك بزاف. المهم ديك الهضره العاديه وخليت الامور عاديه. غادي دوز واحد اليومين تقريبا، واحد اليومين وهي تصيفط ليا في هذاك ماسنجر، كتبات ليا سلام استاذ، انا طلع عليا الميساج ديالها ما بغيتش نرد عليها، خليت الميساج هكاك، عاودت صيفطات واستاذ عافاك رد عليا، ما تسوقت لها ما حتى شي حاجه. ولات واحد شويه كتصوني ليا، كتصوني وانا والو ما بغيتش نجاوب. واحد شويه كتبات ليا عافاك استاذ راه شي حاجه اللي هي مهمه، غير رد عليا دقيقه وغادي نقطع معاك. هزيت غادي نجاوبها، مع انا هزيت اشنو غادي تقول ليا؟ استاذ عافاك بغيت نقول لك واحد الحاجه. قلت لها نعم قول لي اشنو، واش عندك شي مشكل؟ قالت لي انا راني تنبغيك، انا تنحماق عليك، من نهار شفتك وانا كنتسطى عليك وما يمكنش ما نهضرش معاك. عرفتوا انا كنسمع ديك الهضره تخلعت، ما بقيتش عارف ما نقول. صافي وانا نقطع ديك الساعه، صافي تلفت، والسيده شنو كتقول ليا؟ وانا سيد مزوج بنتي، كيفاش هادشي تقبلوا العقل؟ وانا ما كنتش داير الخاتم ديال المارياج في يدي، ما كنتش كنديرو. داك النهار بديت تنقلب عليه، تنقلب في داك الباكاج ديالي، هزيتو درتو في ايدي صافي ومشيت لغد ليه الخدمه. مع انا كندخل لافاك دخلت عاوتاني للمدرج، كانت عندي حصه مع ديك الفوج ديال ديك البنت، بقاو تسالاو وهي تجي عندي، جات عندي وهي تقول لي استاذ غير سمح لي على داك النهار. قلت لها ماشي مشكل، كنهضر معاها بواحد الطريقه اللي هي كتبان فيا راني معصب. قلت لها لا صافي ماشي مشكل، وهي تقول لي عافاك استاذ الله يجازيك بخير، غير سمح لي انا راه ما كاينش كيحساب لي راك مزوج، دابا راني عاد شفت الخاتم في الصبع ديالك، عافاك الا ما سمح ليا. والبدات البنت كتبكي، بداو الدموع خارجين لها من عينيها، وانا ما عرفتش كيفاش درت، وانا نقول لها لا لا لا. قلت لها انا راه ما مزوج ما والو، انا داعا كنديرو باش حتى شي واحد ما يبرزطني، داكشي علاش درتو في يدي، انا اللي راه ما مزوج. وهي تقول لي بالصحه استاذ. المهم قالت لي واخا هكاك سمح لي بزاف، انا راني برزطتك وغير سمح لي دير بحال حتى شي حاجه ما وقعات. يا صافي ما ديري في بالك والو، صافي داكشي كامل تمسح بحال حتى شي حاجه ما واقعه. صافي ومشات خرجات على برا، انا بقيت مصدوم في بلاصتي، عاد يلا كنرد البال اشنو قلت ليها، شنو جاب لي انا نقول لها راني ما مزوج؟ علاش قلت ليها هاد الهضره هادي؟ واش انا فعلا باغي نيت نكون ما مزوج، او لا نيت راه عجبني الحال باش شي وحده تحرش بيا وتقول لي راني كنبغيك؟ واش انا عاد جاتني المراهقه؟ المهم بقيت هاد الافكار كيديوني ويجيبوني، كنشوف وبقيت تالف في بلاصتي شحال وانا واقف، وجمعت الادوات وجلست في الكرسي
وتنفكر مع راسي. ما حسيتش بالوقت كيفاش داز حتى دخل واحد الاستاذ اخر غادي يدخل يقري في داك المدرج. عاد حسيت براسي، سلمت عليه وقلت ليه سمح لي راني بقيت برزت مع شي حاجه، ما ديت ما جبت، وداك الموضوع بقى شاغلني. هذيك السيمانه كامله ما نزلتش للدار ديالي، وخا مراتي عيات صوني ليا. وفي نفس الوقت هذيك السيمانه هذيك البنت ديك الطالبه اللي عندي ما جاتش سيمانه، ما دخلتش مورا ديك المكالمه اللي دارت ليا. سيمانه كيدخلوا دوك الطلبه اللي معاها اللي كنت كنشوفها معاهم، ولكن هي ما كتجيش. وانا ما قديش نسول شي واحد فيهم نقول ليهم علاش ما جاتش. وكيفاش انا غادي نمشي نسول شي طالب نقول ليه فلانه علاش ما جاتش؟ راه قليله وخايبه في راسي وفي حقي وفي شخصيتي وفي المكانه ديالي. وبقيت تالف هذيك السيمانه اراك ليا. الحاجه اللي ما كنتش انا فاهم هو ان هادشي كامل كان غير خطه ديالها، وانا ما جايب للدنيا خبار. سيمانه ما بقيتش كنفكر في مراتي وفي بنتي وشنو كلاو اشنو شربوا، حتى شي حاجه ما تنفكر فيها. يلا وليت مبلي مع البنت اللي ما دخلاتش. وشنو تنقول ياك ما دارت شي حاجه في راسها، ياك ما انا ملي جاوبتها هكاك هي ما عجبهاش الحال، ياك ما مرضات، ياك ما. المهم الراس ديالي تيدي ويجيب. وليت تنفكر فيها شويه شويه، كنضرب الفقد في راسي وتنقول اويلي وعلاش انا كنفكر في الطالبه عندي؟ علاش انا شاغله ليا بالي؟ ومالي انا ومالها هي؟ انا راه عندي حياتي، عندي بنتي، عندي مراتي، علاش غادي نبقى مبرزت راسي معاها هي؟ ولكن بديت كنفكر فيها بزز مني، ما عرفتش علاش. المهم شي حاجه قاصتني في عقلي من جهتها. غادي دوز سيمانه نهار الثامن غادي تجي البنت ديك الطالبه غادي تجي تحضر واحد الحصه ديالها. وبطبيعه الحال انا حسيت بواحد الفرحه ما عرفتش كيفاش، ما فهمتش شنو واقع ليا، ولكن بحال اللي ارتحيت واحد شويه. بقيت كنتسنى في الاخر ديال الحصه بفارغ الصبر، كنتسنى غير باش تسالي باش تجي عندي اولا باش انا نعيط لها ونهضر معاها. بطبيعه الحال انا ما قديش نصيفط ليها في ماسنجر، ما عطانيش خاطري نعاود نتصل بيها لان صعيبه، راه ما ساهلاش. واخا هكاك ملي جات في داك النهار وفرحت بزاف. صافي غير غادي تسالي ديك الحصه بدات ديزا من قدامي، هي ما هضرات ما تكلمات، وانا عيطت ليها بشرى اجي هنايا. جات عندي نعم استاذ. قلت لها مالكي علاش ما جيتيش دوك الحصص؟ راه دوزنا واحد الدروس اللي هي مهمه. قلت لي لا والو استاذ، غير خاطري كان دارني وصافي. قلت لها علاش دارك؟ قلت لها كنتمنى انا ما نكونش السبب. قالت لي الصراحه استاذ ما نخبيش عليك، هو هذاك المشكل هو اللي خلاني انني ما نجيش، ما بغيتش نجي باش نحاول انني ننساك، ولكن واخا هكاك راه ما قديتش. انا راه ما عرفتش العقل ديالي غير كنجلس وكيبقى غير يجيب لي غير التصاور ديالك في راسي. انا راه فعلا داكشي اللي قلت لك راه صحيح. يا شوفي راه ماشي الغياب ديالك ديال الحصص هو اللي غادي يخليك انك تنسي، واخا هادشي انا راه ما متيقوش وما داخلش ليا لبالي، ولكن شوفي حاولي باش الحصص ديالك ما تفوتيهمش، راه خاصكي باش تفاليدي هاد الماده خصوصا وانك انت عندك مشكل فيها. قالت لي واخا استاذ صافي انا غندير بالنصيحه ديالك. صافي هذه هي الهضره اللي دازت بيناتنا. كملنا هاد الشيء، مشيت العشيه انا. في هذيك العشيه غيزغبني الشيطان، غادي يدور بيا وغادي نهز انا ماسنجر وغنهضر معاها. سلام بشرى كي دايره مزيانه؟ هي غتشوف الميساج ديالي غتجاوبني سلام استاذ لاباس الحمد لله. قلت ليها واش قريتي الكتوبه اللي صيفط لك؟ قالت لي الصراحه استاذ هادوك الكتوبه اللي صيفطتي ليا شي وحدين جاوني صعابين، واخا تنحاول انني نركز فيهم ولكن العقل ديالي ما عرفتش مالو.
وهي تقول لي ما عرفتش يا استاذ، واش ممكن تشرح لي واحد الفقره راه شفتها في واحد الكتاب؟ قلت لها واخا، حتى الغدا ان شاء الله وجي عندي اللونفي وغادي نشرحها لك. هذه هي الهضره اللي دازت، وقلت لها لا تصبحي على خير. حتى هي تصبح على خير يا استاذ. ايوا ومشات. في هاد الوقيته هادي ما كانوش عندي حصص، انا غادي ننزل عند المراه ديالي وعند بنتي الاسفي. نزلت عندهم، اش غنقول لكم، شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم شي حاجه من جهه المراه ديالي تبدلات، ما بقيتش انا هو هذاك من جهتها. المهم بارد من جهتها، يلا بزز باش كنهضر، يلا بزز باش كنتكلم. وتا هي لاحظات هاد الشيء، وليت كنحاول باش نجبد معاها الصداع. ولكن المراه ديالي انا راه ماشي ديال الصداع، ماشي تجبد معاها المدابيزات وتصادع معاك، حيت هي كلشي كدوزو كتقول لك سمن وعسل. دوزت معاها واحد اليومين، المهم تا هي غتكون حسات بالتغيير، ولكن راه ما قالت حتى شي حاجه، ما تكلمات على حتى شي حاجه. وصافي غادي نرجع لديك المدينه، نرجع للمدينه اللي فيها الخدمه ديالي وفيها ديك الطالبه اللي هي بشرى اللي انا بديت كنتعلق بيها. اييه اخوتي، هذه هي الحقيقه. هاد بشرى هادي حتى وانا مع مراتي ما بغاش تخرج العقل ديالي، وليت تنفكر فيها بالليل وبالنهار، وكنتسنى غير امتى تكون عندي معاها حصه. وبدات كتصر عليا وبديت كنتصر عليها، وبدات كتجي عندي وكتقول لي يا استاذ هاد الكتاب ما فهمتوش، عافاك شرح لي هادي. واحد شويه وصلت بينا للدرجه انني قلت لها شوفي ما تبقيش تقولي لي يا استاذ ملي نكون انا وياك، قولي لي يا استاذ غير ملي تكوني قدام الطلبه. ايوا بطبيعه الحال يعجبها الحال. ايوا زدنا زعمنا على بعضياتنا، ولينا في ماسنجر ما بقيناش كاع كنسكتوا ولا كنحبسوا من الهضره. الليل كامل وحنا نباتوا نتحتوا. دازت السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه، ما هبطت عند امراه، ما شفتها، ما صيفط لها فلوس، ما مشيت شفت بنتي. مراتي مسكينه غير كتعيط ليا، مجيد راني توحشتك. مجيد انت غادي تجي؟ وانا الكلمه الوحيده اللي في فمي شوفي انا ما غنجيش، ما عنديش الفلوس، راه حتى فلوس البركوم ما عنديش، راه ما غاديش نجي، راني مزير في الفلوس. هاد هي الهضره اللي وليت تنقولها وانا جالس مدوز الحب والغرام مع التلميذه ديالي. دابا ما بقيتش غير نهضر مع بشرى غير في لافاك ولا على برا، دابا ولات كتجي عندي حتى للدار، لانني كنتفاجئ واحد النهار حتى كتدق عليا. سلام، اش كديري انت هنا؟ انا راه جيت واحد الكتاب حاصله فيه خصك تشرح ليا، ولكن ما تجيش عندي للدار. لا والو، ما للدار ماشي مشكل، انا راه تايقه فيك. دخلتها عندي للدار، قلت لها واخا فين هو الكتاب اللي باغا نشرح ليك؟ جبدات الكتاب، جلست يلا كنهضر معاها. واحد شويه الباب تيدق فيه شي واحد، او شكون هذا اللي غيدق عليا دابا عاود؟ ما عرفتش انا هذا النهار ديال المصائب. يلا انا كنفتح الباب، شكون اللي غادي نلقى؟ غنلقى المراه ديالي جات من اسفي. عرفتو راه بقيت غير كنشوف فيها، راه تبهت، ما عرفت راسي شنو ندير ولا شنو نقول. المراه ديالي جايه بلا بنتي، البنت ديالي خلاتها عند والديا وقالت لهم راني غادي نمشي عند مجيد مسكين راه مزير وهاز الفلوس في يدها. يلا فتحت الباب، اش كديري هنا؟ قلت لي انا راه بعت الذهب ديالي وجيت باش نعطيه لك، قلتي لي مزير وجيت باش نشوفك راه توحشتك. واحد شويه بشرى خارجه عندنا. سلام، لاباس؟ بديك الدساره ديالها. عرفتو المراه ديالي شافتها تبهضات، انا بيدي تبهضت ما بقيت عارف ما ندير. وهي تقول لي شكون هي هاد المراه؟ انا بديك الخلعه عوض ما نقول لها راه مراتي وراه موت بنتي، زدت في الغلط ديالي وزدت كبرت المشكل. اش غنقول لها؟ قلت لها غير اختي جايبه ليا شي فلوس. مراتي بقات غير كتشوف، ما هضرات ما تكلمات، تماطات ليها ضربتها ليها بعنيقه وباسه وقالت لها انت يا اختو سبحان الله كاع ما كتشابهوا، ودخلي مرحبا بك. ولات هي
كترحب بالمراه ديالي. ناضت هضرات معاها شويه وهي تقول لينا صافي انا غادي نخليكم دابا، يلا بسلامه استاذ، صافي تنتلاقاو ان شاء الله في لافاك. دخلت انا، بقات المراه ديالي كتشوف فيا وبديت كنقول لها، قلت لها شوفي صارحتها بالحقيقه، قلت لها شوف ما كاين ما نخبي عليك، انا هاد البنت هادي راه تتعجبني وليت كنبغيها. تتقول لي مزيان. كنقول لها قولي شي حاجه. قالت لي اش غادي نقول لك الله يهديك. قلت لها لا قولي لي شي حاجه. قالت لي واش غادي نقول لك. قلت لها شوفي انا راه تيبان لي غادي نتزوجها لانني تعلقت بها بزاف ومن الاحسن انني ما نخدعكش. قالت لي صافي ماشي مشكل، هاكا الفلوس انا جبتهم لك، صافي راه غادي نرجع دابا. قلت لها وبلاتي نوصلك. قالت لي لا صافي ما تحتاجش توصلني. قلت لها واش ما غتقول لي حتى شي حاجه. قلت لها لا ما غنقول لك والو. صافي وخرجت من الباب ومشات بكل هدوء، ما تكلمات ما عوتات ما قالت لي شنو هادشي، ما حاسباتني ما حتى شي حاجه. وانا هادشي اللي زاد انب ليا الضمير ديالي وزاد فقصني وزاد عصبني. من مورا يومين شنو اللي غادي يوقع؟ غادي نهبط انايا للدار. هبطت وبديت تنهضر مع المراه في نفس الموال، كنهضر ويا غير واخا صافي مرحبا ماشي مشكل. وانا بديت كنخلق مشكل معاها، بديت كنقلب لها على سبه باش انني ندابز معاها. ما عرفت شنو غتقول ليا. قلت لها انتيا وعلاش ما تقوليش وعلاش ما تهضريش واصلا جالسه بحال شي ما عرفت شنو ضيف معايا في الدار وما كتكلميش، شتي نتيا ما تصلح ليا ما نصلح ليك. وهي تقول لي والله يهديك. عاود قالت لي هذيك الله يهديك، قلت لها ياكي كتعايريني مالي شنو داير مالي ونجيب عليك انا وحده وجوج وثلاثه، الشرع عطاني 4، شتي دابا نتيا راكي طالقه وغادي نطلقك بالطلاق الثالث. عرفتش براسي خرجت هاد الهضره كامله قلت لها هادشي كامل وانا تنغوت وهي ما معصبه ما حتى شي حاجه كتشوف فيا باستغراب. وقلت لها شوفي انا غادي نخلي لك الدار وغادي نمشي، ولكن والديا ما تقولي لهم حتى شي حاجه، والديا ناس كبارين خليهم عليك في التقار، حيت انا عارف الا سمعوها عليا والديا ما غاديش يقولوا لها هي شي حاجه، انا اللي غينوضوا ليا وانا اللي غيرجعوا ليا كل شيء في ظهري، لان فعلا راه انا اللي غلط، راه انا اللي ما مزيانش وانا اللي ما نسواش. انا اشنو شفت من هاد المراه باش نتعامل معاها بحال ما هكا؟ هيدا عرفتيش كتقول ليا لا كون هاني يا مجيد كون هاني، انا ما غادي نقول حتى شي حاجه، صافي غير كون هاني صافي الله يعاونك الله يعاونك والله يهديك. هزيت الحوايج ديالي جمعت الصاك ديالي كل شيء وزدت خلفه مع طريق. بنتي ما تسوقت لها، مراتي ما تسوقت ليها ما حتى شي حاجه، وشديت في الطريق ومشيت وما مسوق حتى شي حاجه وفرحان غادي عند بوشرة لاله البنات، بوشرة اللي هي طالبه ديالي وتلميذه عندي غادي نتزوج بها وانا فرحان. غير وصلت وعيطت ليها واش ممكن نتلاقاو، قالت لي نتلاقاو. تلاقيت بيها في واحد الريستو مشينا كلينا وقلت لها شوفي غادي نتزوجوا. قلت لها انا راه تنحماق عليك حتى انا اول مره كتخرج ليا من فمي. قلت لها وغادي نتزوج بيك، حتى هي فرحات وعجبها الحال. واش بصح؟ قلت لها بصح. قلت لها وامتى غتجيب والديك؟ نكرت كل شيء قلت لها انا ما عنديش الوالدين ميتين وهذيك اختي هي اللي عندي، وديك اختي دابا راه ما كايناش غتمشي لبرا وانا غادي نجي غادي نخطبك، انا مالي واش محتاج الوالدين باش يكونوا معايا. قالت لي صافي واخا ماشي مشكل انا غادي نقولها الوالديه، حتى انا فرحت بزاف وكنحماق عليك. واخوكم هز كلشي وحمل وجمل وشريت الذهب ودركا بان وعندي الفلوس. عرفتوا شنو درت؟ مشيت خديت كريدي بالفرحه عليا باش نبان قدام النساب الجدادين، باش نبان راني واعر وباني سخي وولد الدار الكبيره، خاصني كلشي نبان فيه راني واعر. هادشي ما درتوش مع المراه البلاره ديالي اللي مخلي عندي في الدار مع بنتها.
ما بقيت عقلت عليها، ما بقيت نخلص ليها كرا، ما بقيت حتى شي حاجه كنتسوق ليها فيها. البنت الصغيره نساتني في بنتي وفي المراه ديالي وفي والديا وفي كل شيء. ومشيت وكريت دار اخرى وبديت كنأتت فيها. ايوا الكريدي راه كاين، زلعتو كامل على لالاكم بوشرى. العرس والحوايج والناس اللي وكلت ما تنعرفهم شكون هما، وكل شي استغلني وكل شي حطيته ليها. ايوا وروحت المراه وجتها عندي للدار، وكنت فرحان ما قداني فرحه. راني جايبه بنت البنوت وفرحان بيها ومأتت ليها وشاري لها كل شيء، حتى كنتفاجئ الليله ديال الدخله كنلقاها ماشي بنت. اش هادشي يا بنت الناس؟ وبدات كتبكي عليا وكتعرعر، قالت لي شوف شوف مجيده قرة عيني، وانا متيقها بحال شي هبيل. ما يديش عليك، انا راه ما قرب ليا حتى شي واحد، عمر شي واحد ما قاسني ولا قرب ليا. انا هادشي اللي عطا الله، حتى انا ما عارفاش. راه كاينين البنات اللي كيكونوا بحال ما هكا، وراه يمكن لك تسول الاطباء وتقلب وتتبكي دموع التماسيح. وطبعا انا اش من خبره عندي؟ واش انا كنفهم شي حاجه؟ ان اول مره كنقيس هي مراتي موت بنتي، وتيقتها بحال شي غبي، وسترتها ودوزت كل شيء ونسيت داكشي كامل، وخليت داك الموضوع بحال ما هكاك. ما تسوقت حتى لشي حاجه، قلت انا ماشي مشكل، انا اللي كتهمني هي مراتي. دابا انا كنبغيها وكنحماق عليها. دوزت شهرين ومراتي الاولانيه كتصيفط ليا ميساج: امجيد انا راني توحشتك وبنتي توحشاتك، واش ما غاديش تجي؟ عافاك غير اجي طلع لينا، شوف غير اجي رجعني وانا سامحه لك في كل شيء. الا بغيتي تزوجها الله يعاونك. وانا كنرجع ليها ميساج: شوفي ما عندي ما ندير بيك، دبري راسك نتيا وبنتك، وإلا بغيتي تمشي تدعيني سيري دعيني وانا نعطيك النفقه ديالك. ونشوف ياه والديا بعدي منهم، ما تقولي لهم حتى شي حاجه، راه نسمعك. قلتي لهم شي حاجه غادي ندير لك وغادي ندير لك. وانا راه وليت انا كنخرج في عينيا، وزيت تصرت بزاف. شفتوا القباحه ديالي كيفاش دايره؟ شفتوا انا كيفاش داير؟ مسكينه اخر ميساج غتصيفط ليا قالت لي صافي يا مجيد، انا عمري ما باقي نقول لك شي حاجه، هذا اخر ميساج بيني وبينك، صافي الله يهديك الله يهديك الله يهديك. 3 المرات كتصيفطهم ليا، وفعلا من ذاك النهار عمري ما سمعت منها شي حاجه، ما مشات دعاتني ما حتى شي حاجه. اللي سمعت عليها في ديك الوقيته هو ان ناضت مسكينه كتمشي تخدم في الديور، وكتمشي تخدم مسكينه في واحد المحلابه، وكتجيب باش تعيش بنتها اللي هي بنتي. وانا راني في دار غفلون، انا عد بالي راني في العسل مع بشرى، عيش معاها الحياه السعيده. واش من حياه هي اللي عاد غادي تقلب عليا. واحد النهار داخله هي كدوش بشرى، كدوش والتليفون ديالها خلاتو محطوط حدا الناموسيه. كيجي الميساج الاول فيه السلام، هزيتو وبداو الميساجات تيتسرسبوا. وصدقات لك بشرى، ونيت قلتي الكلمه وفيتي بيها، شفتي بحلوفك تا غادي طيحي الاستاذ ديالك وتجيبي خنافرو الارض وغادي تزوجي بيه، وهو اللي غادي يهز الضربه ديالك وغادي يسترك من الفضيحه ديالك. ونيت راكي صدقتي واعره، والله الا خصنا نتعلموا منك. وشوفي كاريه راه تيسول فيك، عرفتي راهي حماق ويشوفك، قالك شوفي دابا انت تزوجتي يعني ما بقاش عندنا مشكل في داك الشيء اللي كان وقع ليك انا وياك. راه قال لك شوف نتلاقى انا وياك
ونبداو نهضروا. انا راه مازال كنحماق عليه، دروك راكي مزوجه ومرت الراجل، راه واخا ما عرفتش شنو ندير انا وياك عمر حتى شي حاجه ما غتبان. اش غنقول لكم اخوتي، انا كنقرا في هاد لو ميساج وحسيت براسي اكبر كامبو في الدنيا. شنو غادي ندير؟ شنو غادي نعمل؟ ويلي حي، هادشي كامل كنت عايش غير في الكذوب، هادشي كامل كلشي كان غير نفاق، هادشي كامل كنت عايش في دار غفلون. انا راه ماشي كامبو. واش لهاد الدرجه انا ما جيب الدنيا خبار؟ واش لهاد الدرجه انا ما فاهمش؟ واش لهاد الدرجه انا ما عارف والو؟ شديت التليفون في يدي، انا مصدوم، تصدمت، راه الصدمه ديال العمر ديالي، راه ما بقيت عارف ما ندير، تلفت. وهي كتبان ليا خارجه لابسه الفوطه وضاحكه وكتضحك ليا في وجهي. بشرى شنو هاد الشيء؟ كتقول لي اشنو؟ كنقول لها كيقري الميساجات، كتقراهم، تصدمات، عرفتني صافي، عرفت الحقيقه. قالت لي شوف ما يمشيش عقلك بعيد، انا راه واخا هادشي درتو مع صاحبتي، فعلا انا تراهنت معاها وقلت لها غنجيب خنافر والارض، ولكن شوف انا راني تنبغيك وكنحماق عليك، كتبغيني وكتحماقي عليا، وداكشي علاش زكريا حتى هو كيحماق عليك وكيبغيك. لا، هاد زكريا قصه بعيده وما عندي علاقه بيها، وانا صافي راه نسيتو. انا دركا راني مراتك، مراتي، مراتي، باينه واش مراتي. ونط ليها ما عرفتش غير كنهز وكان نخبط. عطيتها تشنديله اللي ما عمرها ما شافتها، وجمعت ليها باليزتها ورميتها في الزنقه. قلت لها لا غادي تخرجي عليا، وعمرك لا باقي تدوري بيا ولا تجي دقي هاد الباب هذا. خرجتها وسديت الباب، هي هزت ديك الباليزه وخرجات ومشات، ما عرفتش فين عطات الراس. مشيت جبت نجار وقلت له عاود ليا هاد اللوبه ديال هاد الباب، عاود ليا داك الساروت باش يكون عندي ساروت جديد. ايوا انا بداك الشيء اللي عشتو وبداك الشيء اللي شفت عاد بدات كتبان ليا مراتي البلاره اللي مخلي في الدار. عاد بديت كنحس بالقيمه ديالها، عاد بديت كنحس بيها، وعاد تفكرت بنتي، وعاد والعقل ديالي اش كيقول ليا بديك الفرحه ولا ما عرفتش شنو الفيقه ديال القلبه، خصني نوصل عندها دغيا. مشيت غندير لوكاسيون، قلت غادي ندير لوكاسيون باش نمشي عندها باش ما نتعطلش. ايوا مشيت وانا كنموت بيني وبين البيرمي فاش خديتو. مشيت خديت لوكاسيون، شديت الطوموبيل، ايوا بديت غادي وشاد لك السرعه في الطريق. انا غادي حتى غادي ندير يا خوتي غندير اكسيدون اللي هي خايبه، ما عقلتش على راسي حتى غنفيق في السبيطار. كنت قربت للدخله ديال اسفي، تلقى والديا حدايا عيطوا لهم، كنلقى با وامي كاينين، وهما ملي وقع داكشي وعيطوا ليهم كيمشيو كيقولوها المراه عاد قالت لهم الحقيقه، قالت لهم انا راه رمى عليا طلاق الثلاث شحال هادي، وبداو كيلوموا فيها وكيقولوا ليها علاش ما قلتيش لينا وعلاش هادي وعلاش. قلت لهم انا راكم عارفين ما نقد نقول لكم حتى شي حاجه. صافي ملي فقت وتنشوف فيهم تلقى في عينيهم بزاف ديال الهضره وما قادنش يقولوا، لانني شنو خوتي غيوقع ليا هذيك الحادثه غتخليني ما كنتمشاش، يعني غادي ندير العكاكز، ما يمكنش ليا نمشي على رجليا مقاد. ايه اخوتي انا غادي نتصاب باعاقه اللي غادي تشدني حياتي كامله. من مورا ما خرجت من السبيطار وداوني والديا شنو اللي غادي يوقع؟ انا عاد بديت نفكر في المراه ديالي وتنقول ليها خصك ترجعي ليا وخصنا نرجعو، ولا وجه البنت لمن غادي ترجع؟ غترجع لواحد اللي معاق؟ ماشي هادشي.
قالت لي انا ماشي هذا هو المشكل، وانا عارفه فعلا داك الشيء بقى فيها في الخاطر ديالها، بقى لي هذاك الشيء، داك الطلاق وداك الشيء اللي ما سولتش فيها وداك الشيء كامل هو اللي بقى فيها. اول مره غتنطق المراه ديالي وغتنطق بداك الشيء كامل اللي في الصدر ديالها، وقالت لي كل شيء. قالت لي الهضور اللي كون قالتهم لي شحال هادي كون ربما تفيقني من القلبه، ولكن ما عمرها ما هضرات، داكشي كامل كان بقى ليها عندها في قلبها محتفظه بيه. قالت لي يا ولد الناس بنتك ها هي بقات تجي تشوفها، ولكن انا راه ما يمكنش نرجع ليك، صافي هذه اخر حاجه بيني وبينك. عندها الصح، عندها الصح وزياده، علاش غادي ترجع ليا؟ علاياش؟ شنو من خير درت فيها انا؟ شنو الحاجه الزوينه اللي دوزت انا مع هاد المراه هادي؟ اش هي الحاجه الزوينه اللي جبتها ليها ولا تبقى تفكرني بها؟ حتى شي حاجه انا دوزت عليها غير الحاجه الخايبه. هذه قصتي يا خوتي، انا مازال الان كنعاني، راه ماشي تنعاني من داكشي اللي وقع ليا وانني ما بقيتش قاد نزيد، لا، انا تنعاني من الغفله ديالي ومن داكشي اللي وقع ليا ومن ديك دار غفلون اللي كنت عايش فيها ومن المراه البلاره اللي ضيعت من يديا. هادشي هو اللي انا دابا راجع ليا في خاطري وكنعاني منه. الحسره، كنعيش حاليا في الحسره وفي ندم اللي ما كينفعش. عرفتوا خصكم تاخذوا العبره من هاد القصه، انا كنقولها لكم ونعاود نقولها، يا الرجال نقولها الرجال اللي بحالي بحالهم، يا الرجال الا في يدكم شي بلاره عنقوها وجلسوا معاها وهضروا معاها وجيبوا لها وتهلاو فيها، ما تضيعوش البلارات اللي عندكم في يديكم. خوتي خواتاتي، كانت هذه القصه اليوم ديال مجيد الاستاذ اللي خلى المراه البلاره ديالو مع بنته وسمح فيهم ومشى تبع الهوى ديالو وتبع الحب ديالو مع بشرى التلميذه والطالبه ديالو. شفتوا قله العقل فين كتوصل؟ خوتي خواتاتي، ما تنساوش الاشتراكات ديالكم، لي جيم ديالكم، وخليو تعليق معاكم المجيد، قولوا له اشنو الراي ديالكم في القصه ديالو. خليت لكم هنا وراحه البال.